والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة على عيون الناس الحلوين. جمعة مباركة علينا يا رب، ويجعلها جمعة سعيدة علينا كلنا. أول حاجة كده يوم الجمعة بنقوم ونشغل القرآن بتاعنا ونجهز البخور بتاعنا. أنا هنا معايا الفحم كده حطاه اهوت على البوتاجاز كده يعمل معايا، معذرة إن البوتاجاز مش مظبط، فبإذن الله لما أخلص أكلتي وكده هنضف البوتاجاز معايا. وهنا ديت البتاعة ديت أنا عاملاها كده مخصوص للبخور بالغطا بتاعها، ومعايا هنا بخور. البخور ده كده بعد ما الفحم بيتعمل معايا باخد منه شوية وبروح جاية حاطاه وببخر الشقة. نبخر الشقة كده مع بعض كده يا حلوين. حطيت الفحم اهو بقى كده يا حلوين هنا اهو. شايفين بقى هاخد من البخور دي كده وهنزل كده على كل واحدة بشوية. ريحة البخور ده كده بسم الله ما شاء الله ريحته حلوة كده، تحس ان هو ريحة مسك. وبمشي بقى كده واخدها معايا وبمشي في الشقة كلها واروح جاية مبخرة. تعالوا معايا بقى كده، تعالوا بسم الله ما شاء الله في الصلاة. نحطها بقى هنا كده في الشقة معانا، ومعانا القرآن بتاعنا احنا مشغلينه اهو. يومنا كده وبخورنا الشقة بقت كلها بخور ازاي. هاخدها برضو كده في الأوضة الصغيرة هنا. الأوضة هنا الولاد كده قاموا من النوم ورتبوها هم، عشان أنا كنت برا ولسه جاية لقيتهم قاموا من النوم وبخروا هم نضفوا الأوضة. هحطها برضو كده تبخر الأوضة شوية معايا. فتحت الشباك كده يغير النفس بتاع الأوضة، ومكان الولاد نايمين وكده في الأوضة بتاعتهم. وهنا البخور الأوضة ما شاء الله بقت كلها شغالة بالبخور. هطلعه تاني كده برضو معايا واسيبه في قلب الصالة بقى كده يدي ريحة كده ايه حلوة وطاقة إيجابية كده على الصبح، يبقى ريحة الشقة جميلة. تعالوا بقى معايا نعمل الفطار مع بعض. تعالوا بقى نعمل فطارنا مع بعض. هنشيل الحاجات دي كده كنا شايلين بقى الفحم، وديت كده بقفلها العلبة دي بقفلها عشان الريحة بتاعتها ما تروحش مني، والمعلقة بتاعتها باخدها وعينها في مكانها. هنا بقى احنا مجهزين حاجات الفطار بتاعتنا. هنعمل مع بعض كده صينية عجة مشكلة من مجاميع. ماشي حلوين. معايا هنا بيض، ومعايا هنا فلفل وبطاطس وبصل وطماطم، وطبعا هنا معايا شبت انا مخرطاها اهوت برضو. الحاجات دي كلها تعالى هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. يلا جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. سيب ده كده جنب. معايا ديت كده بتاعتها كده. باخد بقى البصلة البطاطس بحاول انا اعملها على المكان الضيق، الفتحات دي ضيقة كده شوية. بشوف بقى الفتحات كده البطاطس كلها بشكلها ازاي. معايا واحدة كمان برضه هعملها، انا عملتها على الناعمة عشان تطلع معايا ناعمة وحلوة. حلوين. كملت بقى البطاطس معايا. شيل الحاجات اللي معايا من هنا دي. اما البصل كده خلاص في الحوض.
البطاطس اهي. البصل هعملها في الكبة بقى هي والفلفل. ايه رأيكم؟ ضربت البصلة كده ديت، انزل برضه كده بالبصلة معايا. كله في بعضه كده. وهجيب تاني معايا فلفل كده اللي هو الفلفل الرومي ده، هديله برضه ضربة صغيرة. والشبت هحطه هنا برضه كمان اهو. تعال نضربها بقى. ايه رأيكم؟ كده كله على بعضه كده اهي. والطماطم برضه هعملها، انا كنت عايزه اخرطها بايديا فهديلها برضه فرمه صغنونه كده برضه معايا بالحب. انا مش عايزه الطماطم تعمل معايا ميه، انا عايزاها تبقى بقشرها ومصححه كده برضه، عشان مفيش وقت وخلاص الجمعه هتبدا عندنا والولاد عايزين يفطروا كده، وانا هعمل الصينيه الحلوه دي وننزل نفطر مع الحبايب تحت مع حماتي وحمايا. ايه رايكم؟ خلاص المهمه بتاع الكبه دي كده معانا خلاص. هقلب كل الخليط دي كده معايا كله كده في بعض. لسه معانا اخر حاجه هنحطها اللي هو طبعا الايه، البيض. طبعا لسه الزيت والبهارات. هننزل كده بشويه زيت معتبرين معانا اهو. نجيب بهاراتنا بقى معايا كده. مرقه الدجاج هنزل بقى. مرقه الدجاج بتدي الحاجات اللي معايا دي بتديلها ريحه حلوه كده. معايا 2. طبعا احنا عارفين ان هي حادقه. هننزل بشويه دقه صغيرين. ومعايا هنا كزبره ناشفه بمعلقه كده، نعزز طعم الحاجات دي معانا. طبعا الفلفل الاسمر مش هننساه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى على النبي يا ناس حلوين. ومعانا كمون كده. تمام. بهاراتنا وحاجاتنا كامله معانا اهو. نقلب بقى بهاراتنا كده مع الحاجه ديت. تبقى على جنب. ومعانا البيض بتاعنا، هنكسر البيض بتاعنا في طبق اهو عشان نقلبه قبل ما نحط على الحاجه. صينيه حاجه كده في الفرن مشكله، تستاهل معايا بق الحبايب اللي بينسوا يعملوا لي اشتراك. ده هي ضغطه صغيره قوي منك كده، ما بتكلفكيش اي حاجه. تشتركي معانا في القناه ويجيلك ايه مننا كل جديد، ومقضيه يومك معايا وعارفه اليوم بيمشي معايا ازاي. طبعا ده فضلا ليس امرا. اللي حابب يشترك معايا هيشرفني وينورني في مملكتنا الحلوه الجميله ديت. اللي مش حابب برضو بيشرفني وينور. هجيب شويه فلفل اسمر بقى واحطهم على البيض عشان نقلبهم. شويه صغيرين قوي كده. للبيض. ايه رايكم كده كله ده في بعضه؟ هنجيب الخليط بتاعنا ده كله وهننزل بقى عليه على بعض كده ونقلبه بقى في بعض. نجيب الصينيه اللي هنحطه فيها بقى.
انا جبت الصينيه معايا اهوت يا حبايبي، هنحط فيها حته سمنه بلدي كده. طبعا عشان لسه طالعه من التلاجة فهي جنبي، هحاول انا اعملها بايديا بقى. اعملها حتت صغيره كده وهسيبها في قلبها. يعني الخليط بتاعنا كله اهو. خلصناها كده، جبت معايا شويه جبنه بقى على بعض كده حلوين واحطهم على وش الصينيه الحلوه بتاعتنا دي. ايه رايكم بقى؟ احطها بقى في الفرن. انا مولعه الفرن معايا على درجه 180، احطها ما تستوي معايا واوريها لكم في الاخر. كده يا حبايبنا صينيتنا طلعت معانا. ايه رايكم بقى؟ شايفين الاختبار؟ بختبرها بالشوكه هنا، ما بتطلعش معايا اي حاجه. هنا نزلت لقيت حماتي مجهزه الشاي اهوت ومولعه عليه عشان هنفطر مع بعض انا وهي والبنات. ايه رايكم؟ تعالوا بقى نقطعها مع بعض كده نشوف هي نظامها ايه من دول. خلاص كده يا حلوين، الجبنه والعجه بتاعتنا شايفين الطبقات عسل اهي. هنا بقى اقول لكم ما تنسونيش بدعوه حلوه طالعه من قلبكم، واقول لكم مع السلامه. ما تنسوش اللايك.